تمام يا اخوان، وإيش صار على البطيات الصغيرة ولوين وصلوا بالنمو؟ زي ما شايفين عندنا تقريبا 3 تجوز من اللي هو البط الشبابي، فحنمسكه ونشوف لوين وصل في النمو. وصراحة هدول يا اخوان يعني نجوا من فقصتين كبار، يعني كل فقصة فيها 12 كتكوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايب رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله اليوم حنتكلم عن البطيات وحنشوف لوين وصلوا، كمان حنميز الذكر من الانثى في العمر هذا اشكر عامة. يعني حتشوف انت حتميز الذكر من الانثى، اللي مش حيعرف حيعرف. زي ما انتم شايفين عندنا جوز 2 وفردة، والفردة الثانية غاد بتاكل قاعدة زي ما شايفين. يا اختي هاتوا ولا اهدي صلى على النبي. انت مش تصلي على النبي اليوم. هاتوا اشوف. هذا ذكر، بسم الله. هذا ذكر. نزل 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 نزل، بسم الله. نتك هذا ذكر. ابعد بس، ابعد روح غاد روح غاد. هذا ذكر يا اخوان. طب كيف عرفت انه ذكر؟ لانه من اخته. هات لي اياه، هات. هذه انتاي عشان ايش؟ نفرجيهم. نزل 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 هذه نزل. بتصوت، اما هذيك بتصوتش. طب وغير انه بتصوت ايش؟ ذكر بصوتش، اما طيب. الانثى بتصوت. وغير العلامة هذه ايش في كمان علامة تانية؟ ايش انت ملاحظ فيها؟ جناحين وهن ما فيش شيء. انا الذكر بطول لما يطلع له جناحين، اما الانثى بتطلع لها جناحين. سبحان الله يا اخوان. زي ما شايفين هينا ماسكين الذكر، صوته هادي اما هادي دوشة. وغير هيك غير هيك ما في اللي هو جناحان زي ما شايفين. الجناح تبعه كأنه وريشه. ولا جناح ولا حاجة. طيب نيجي نمسك الانتاج. افتح. شايفين معنا نفس عمره، نفس العمر بالضبط. شايفين ايش طلع له جناح. وحتى يا اخوان الانثى بتبلغ قبل الذكر في كل حاجة، في الطيور وحتى في اللي هو الحيوانات اللي هي حتى من علامة جريحة طلع جريحة. حتى مش عارف اشرح حتى. ففي الثدييات وكمان في اللي هو الطيور الانثى بتبلغ قبل الذكر. لسه هذه لسه ما بلغتش، لسه صغيره، ولكن انا بقول لكم يعني على سبيل المثال، على اساس هيك طالع لها اللي هو جناحينها زي ما شايفين. جناحين طالعه وظاهره. وهي كمان ذكرين. هي ذكر. منور. هي ذكر وهي كمان ذكر. صراحة في كيلو صح يا آدم؟ في كيلو بس مش عارف قديش عمره تقريبا. باك هذا ذكر ثاني زي ما شايفين. هذا أثقل من هذاك. ما يروح احليه. على فكرة هذا أثقل من هذاك. هذا فيه 1.5 كيلو، هذاك فيه كان 1 كيلو على هوا اللي هو التغذية. هذه أنثى أنت مش شايفها. هذه أنثى يا بابا. بحلق لها بس انت يلا. حلق لها يابا. يلا امسكها. شاطر. روح جيبها. يلا جيبها. شردت. خلاص سيبها بابا، سيبها. هات لي الاكل. خلينا نجيبهم هان اشوفهم. هذا هو النمو تبعها. وصراحة في عندي رقد ثاني، مش عارف اذا شفتوا الفيديو او لا، ولكن في عندي رقد. اسمع، هلقيت اذا مسكنا الدجاجة السوداء بدك تحطها في القفص مع اخواتها. طيب اقعد لي هان بس. كيف انت الك 2 أو 3 أسابيع بتطعميهم وتشربهم؟ كيف الشعور تبعك؟ شعور رائع. بحس حالي عندك مسؤولية. لا بحس حالي قاعد في حديقة الحيوانات. لا بتحس حالك عندك مسؤولية، عندك بحسهم تبعوني ولا حد برعاهم.
طب ما هو انا يا بابا قلت لك انه انا عندي الشغل هذا تبعي غير كل روتيني، بطلت اعرف اصور وبطلت اعرف امنتج وبطلت اعرف اربي، ماخذ كل وقتي. الشغل تبعي المكان الجديد هذا ماخذ كل وقتي يا بابا. طبعا هذه اللي هي اللي رقدت على البيض تقريبا 10 بيضات. ألقطها؟ لا تلقطهاش. إيه في واحدة منهم بتبد هناك. وين هناك؟ لا. لا رقدت خلص، بس هي طلعت عشان تاكل. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هذه خلص يعني الشهر الجاي أو اللي بعده بتلاقيها صارت تبيض، لأنه جاهز عندها كل إشي، حجمها مناسب. هذيك صراحة كانت شبابي، قبل فترة كانت شبابي زي هذه بالضبط. لما كانت كبرت. تصير لحالها. لما كانت تتذكر كان معاها 2 بيض وواحد أسود واحدة أسود. وماتوا، كانوا 4 ضلت بس هذه. يا الله الدنيا بتجري يا اخوان. يعني قبل اسبوع كانوا هدول، مش قبل اسبوع يعني قبل فترة كانوا هدول لسه كتاكيت. يا سبحان الله كبروا هيهم. وهذه كمان بتغير ريش. اول ما تخلص تغيير ريش بتشلح ريش، لانه احنا بفصل اللي هو الخريف فكله. لما يصير فصل الشتاء بتلبس. هيها لابسة يا بابا. لابسة؟ لابسة هيها. طلع عليها بتلبس. شلحت كل ريشها اللي في جناحها. هيو مبين هيو من هناك. الريش صغير مبين هيو. وهذا هو ذكرهم ما شاء الله عليهم. هذول خلفته. لا مش خلفته هذول، عارف خلفة مين؟ خلفة أبوه. خلفة أبوه. هذه خلفته انباعت. خلفته انباعت الفترة اللي فاتت. وهذا كان صغير ولونه أبيض هيك، كنا نقول له بنانا موزة. بنانا موزة كان هنا علامة سوداء. تتذكر ولا؟ يا الله الأيام تجري. يا الله يا ريتنا نرجع للطفولة. وانت ايش؟ ميات وعشرينات. انت ايش طيب؟ لا نرجع للطفولة صغار. وانت ايش؟ لا يعني صغار. طب ما انت صغير، انا اللي لازم احكي. بس احنا ايش نحكي يا ريت الشباب يعودوا يوما، بدناش اياه يعيدوا يوما، لانه احنا مرينا في ظروف صعبة يا بابا. مرينا في حروب ومرينا في مآسي، ومرينا في اللي هو يعني حصارات، ومرينا في وباءات. يعني لما نكبر بكره اصير مثلا عمري، يعني ربنا يعطيني العمر، اصير مثلا 50 او 60، مش حقول لا يا ريت الشباب يعودوا يوما، حقول يا ريت العمر يعني يقف، لانه مرينا في ظروف صعبة كثير من حروب. عزيز الله اكبر. هاي الاذان نطق، كلمة الحق نطقت. يا الله يا الله يا بابا. قول لما تكبر يا ريت نعيد السنة كلها. الله اكبر عزيز الله اكبر. الله اكبر. حدقتنا اول اشي. يا بابا اول اشي جبته في الحكومة. يعني اول اشي شو هو؟ حمام. تتذكر هذيك الحمامة يابا اللي ماتت؟ أنية هذيك اللي ماتت اللي لقناها، اللي جزتها هذيك اللي هيك راسها هيك. مش ذاكرها. أشهد أن لا إله إلا الله. اللي كنا ما تذكر كل الحمام الأبيض اللي كان عندنا، كل الحمام الأبيض، يمكن كان نص حمام أبيض. ماشي. أشهد أن محمد رسول الله. تذكر يابا لما كنا نفتح الباب كلهم يطيروا؟ تتذكر؟ والله بتذكر يا فرحة طهر الحمام. تتذكر لما أنا قلت لك لما تسمع صوت الأذان نكرر وراه؟ تتذكر ولا تتذكريش؟ أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. طلع العصافير يا آدم. تعرف يابا المرة دي
طلع العصافير. طعمة الحمام. بابا العصافير بياكلوا مطرح ما حطينا اكل. تذكر ايام لما قلت لي خذ اشتري شيك لك الحمام؟ لا طعمة الدجاج هذاك. اجيب بطعمة هذا اللي هو لقيت عصفور معلق في الشبكة هذه، يعني معلق في البيت، صدته حطيتها على اصبعي وطير. طار. تمام يا اخوان، بديش اطول عليكم. حان الان موعد صلاة العصر، فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. وانا لاعجابكم قدرنا نوصلكم لو فكره صغيره. حبايبي يطمرش عليكم يوم من غير ابتسامه. اكثر من الصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا اخوان. سلام. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.